عايزين بقى تاكلوا حاجة حلوة كده وسريعة وبسيطة وما عندكوش مكونات في البيت؟ بجد هتعملوا أحلى كيكة بالشوكولاتة أو أحلى جاتو شاتو، بجد بمكونات سهلة جدا وبطريقة سهلة جدا جدا، من غير فرن ومن غير بقى وقفة كتير في المطبخ ومن غير مجهود. الجو ساقع كده وبنحب ناكل حاجات كده خفيفة وحاجات جميلة كده. بجد اقول لكم ازاي تعملوا بجاتو شاتو ده بطريقة تحفة، وبجد طعم من ورا الخيال. بجد طعمه يجنن، هيعجبكم جدا. ومكونات بسيطة وموجودة في كل بيت، والطريقة سهلة جدا في الخلاط، وكمان ممكن نعملها على ايدينا، والمكونات كلها في البيت، وكمان من غير فرن ومن غير وقفة كتير في المطبخ. هي ربع ساعة وهتكوني عاملة الجمال ده كله في البيت. ويلا بينا بقى نشوف عملنا جاتو شاتو ده ازاي، والمقادير وطريقة التحضير. في البداية هنا أنا معايا هنا كوباية من السكر، ومعايا حبايتين من البيض، ومعايا كوبايتين دقيق متخصص للكيكة، معايا نص كوباية زيت، ومعايا معلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعايا معلقة من القهوة سريعة الذوبان، بتدي طعم ونكهة حلوة قوي وبتبرز طعم الشوكولاتة. ومعايا هنا 3 معالق كبار من الدقيق من الكاكاو الخام. معايا هنا كوباية الا ربع من اللبن الدافي. انا بفضل اللبن اللي هو الرايب او الباتر ميلك. احنا هنا ممكن نعمله بطريقة سهلة جدا. انا بجيب لبن، اهم حاجة يكون لبن كامل الدسم، بديله عصرة ليمونة كبيرة او معلقة كبيرة من الخل، وهبتدي اقلبه كويس جدا واسيبه هيفصل تماما، وهيبقى معايا لبن رايب. الخطوة ديت للناس اللي ما عندهمش لبن رايب، دي طريقة سهلة جدا للبن الرايب في البيت. احنا هنسيبهم بس كده دقيقة واحدة بس كده، اللبن يبتدي يفصل ويتقطع كده معايا، وهيبقى جاهز معايا تماما. حلو قوي كده، اللبن هدي خالص معايا، شايفين بقى ما شاء الله كده بقى اللبن رايب خالص. الخطوة دي بتدي طعم جميل قوي للكيكة، وبتدي الكيكة طراوة تحفة بجد. معايا هنا بقى في الخلاط هحط كل المكونات بتاعتي، هحط اللبن والبيض والفانيليا والسكر والزيت، السكر والزيت، وهبتدي بقى اضربهم في الخلاط كويس جدا لمدة 3 4 دقايق كده على اعلى سرعة، واحط عليهم معلقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان، اللي هي القهوة مش النسكافيه، القهوة سريعة الذوبان. هضربهم بقى لمدة 5 دقايق كده على اعلى سرعة لحد ما يندمجوا تماما معايا، هايل قوي. هبتدي بقى احط 4 معالق كبار، او عفوا 3 معالق كبار من الكاكاو الخام، وهبتدي احط معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وكمان هنزل بالدقيق بتاعي واضربهم. هنا بقى هضربهم بس مش هكتر، يعني هي اقل من الدقيقة كمان، اتأكد بس ان المكونات اتقلبت كويس وخلاص كده. الخطوة ديت انتوا ممكن تعملوها على ايديكم، بس ده بيدي قوام انعم للكيكة بتاعتكم، هايل قوي. هضربهم بقى كمان مرة كده يا دوبك المكونات تتقلب بس معايا، واعملهم مش هضرب كتير. هايل قوي، المكونات اتضربت معايا كده تماما، هايل قوي. شايفين القوام بتاعها بجد تحفة، عامل زي الشوكولاتة السبريد كده، بجد القوام بتاعها يجنن. هبتدي بقى اصب الخليط بتاعي ده في اي صينية عندي، يفضل طبعا الصينية ألمونيوم زي دي. وهاجي بقى هنا طريقة التسوية بتاعتي كده هتبقى بجد تحفة، وهتديكوا طراوة جميلة جدا للكيكة. بس الاول انا ببتدي كده اطلع الفراغات كده عشان المسامات بتاع الكيكة تبقى ضيقة. معايا هنا على النار اقل اهدى حاجة خالص، معايا كوباية من المية، اتأكد ان المية غلت تماما، وهنزل بقى بالخليط بتاع الكيكة بتاعتي دي على النار. هحطهم وهبتدي اغطي بحاجة صينية كده، بس هبتدي ادخل الفوطة فيها من جوه كده واقلبها، عشان بس اتأكد ان الهوا ما بيخرجش، مش داخلها اي هوا، والبخار كله متوزع من جوه، وكمان عشان الكيكة بتاعتي ما تتبلش. بس هسيبها بقى لمدة ربع ساعة كده، وبعدين نرفع الغطا بتاعنا كده ونختبرها. ما شاء الله بجد، هنبتدي بقى نختبرها كده بعود خلة او سكينة، ننزلها في النص كده بتاع الكيكة، هايل قوي. ما شاء الله، لو السكينة بتاعتكم طلعت نظيفة كده بتبقى الكيكة مستوية تماما، هايل قوي. هبتدي بقى اسيبها تبرد ونيجي نعمل صوص شوكولاته اقتصادي جدا. انا هنا الكاميرا فصلت مش عارفه ليه، هو انا ابتديت هنا انزل كوبايتين من اللبن، و3 معالق كبار من الكاكاو الخام الاسباني، ومعلقه ونص من الدقيق، ومعلقه ونص من النشا، ونص كوبايه من السكر،
ورشة فانيليا، وابتديت اقلبهم كده على البارد خالص تماما لحد ما اندمجوا كده معايا وكل المكونات اتخلطت كويس. هايل اوي. وبحط معلقة قشطة او معلقة زبدة، وابتدي بقى ارفع الخليط ده بتاعي ده بقى على النار على اعلى عفوا على اقل درجة، وابتدي بقى اقلب كويس لحد ما الخليط يتقل تماما معايا. هايل اوي الخليط تقل وبقى تمام اوي معايا بجد تحفة. بيديكوا يعني ده احلى صوص شوكولاتة او اقتصادي كمان، ما فيش اي مكونات. انتوا ممكن لو حابين تعززوا النكهة بتاعتها ممكن تحطوا لها مكعب شوكولاتة، ممكن تحطوا لها معلقة من القهوة سريعة الذوبان، معلقة قشطة، كل دي منكهات طعم بتزود الطعم. هنا الكيكة بتاعتي بعد ما بردت تماما. هايل قوي. هبتدي بقى الكيكة بجد طرية واسفنجية في منتهى الطراوة والجمال، بجد مش قادرة اوصف لكم الجمال بتاعها ما شاء الله. هبتدي بقى انزل. انا جبت هنا كريم شانتيه، انا خفقته كويس جدا لحد ما اوصل للقوام ده معايا. هبتدي بقى هايل قوي لحد ما اوصل للقوام ده معايا. هبتدي بقى انزل بمعلقه كبيره كده من صوص الشوكولاته اللي احنا جهزناه مع بعض، وابتدي اقلبه كويس قوي. اتاكد كده ان هي اتقلبت كويس مع الكريم شانتيه، وهبتدي بقى انزل عليهم بالكيكه بتاعتي. على فكره الخطوه دي انتوا ممكن تستغنوا عنها خالص، ممكن تحطوا صوص الشوكولاته بس وهتبقى في منتهى الجمال. بس لو انتوا حابين تزودوا يعني الشياكه بتاعتها وتدوها تبقى جاتو شاتو كده بجد، بتدي اضافه حلوه قوي. بس لو مش متوفر عندكم انتوا ممكن تستغنوا عن الخطوه دي تماما، وزي ما قلت لكم تضيفوا صوص الشوكولاته بس، بتطلع تحفه برضو. شايفين بقى صوص الشوكولاته بتاعي بعد ما برد تماما؟ ما شاء الله الصوص جميل قوي. هبتدي بقى انزل. انتوا في الخطوه دي انا ممكن احط الكيكه بتاعتي، لو انتوا مش عايزين تبقى طبقتين كده، يعني الشوكولاته ما تفصلش معاكم زي ما هي نازله تسيح كده داخله في الكريم شانتيه، ممكن تحطوها في التلاجة او في الفريزر شويه دقيقتين بس تتشمع، وبعدين تحطوا طبقه الشوكولاته. انما انا هنا ضفت الشوكولاته على طول بعد كريم شانتيه عشان انا عايزه الاتنين كده يتخلطوا كده مع بعض بطريقه لطيفه، بتدي شكل هايل قوي بالطريقه دي. وبصوا بقى في منتهى البساطه كده بمعلقه بخبط كده بالمعلقه كده زجزاج كده بس كده، او بظهر المعلقه برضو بخبط كويس قوي. بس اتاكد بس ان انا بخرج بس الكريم شانتيه كده، بدي لون كده بيطلع لون خفيف قوي كده. هايل قوي. هسيبها بقى في التلاجة تتشمع كويس معايا، وابتدي بقى اقلبها عفوا اقطعها. هي دقيقه واحده بس في التلاجة تمسك نفسها، وابتدي بقى نقطعها مع بعض. ما شاء الله بجد السكينه انا مش حاسه اصلا بالتقطيعه بتاعتها، مش ببذل اي مجهود. الكيكه في منتهى الطراوه والجمال بجد، انا ما كنتش متوقعه ان هي تبقى بالجمال ده حقيقي. احلى مليون مره من اللي بتستوي في الفرن، وكمان يعني ما خدتش وقت خالص، هي ربع ساعه تماما وكانت جاهزه تماما معايا، وبجد تحفه. والمسامات بتاعتها كانت جميله. بصوا بقى منظر القطعه ما شاء الله بجد. شايفين بقى القطعة ما شاء الله بجد تحفة تجنن، يعني قد ايه مثالية كده وشكلها متعوب عليها بجد. والمكونات كلها يعني بسيطة جدا، مكونات كلها اقتصادية موجودة في كل البيت، يعني ملكوش حجة بقى. تقدروا تقوموا دلوقتي بقى كوباية لبن وبيضتين ومع كوبايتين دقيق وتجهزوا احلى كيكة او احلى جاتو شاتو في البيت، وبطريقة سهلة جدا. لو استفدتوا من الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك وشير لاصحابكم وتفعيل الجرس واشتراك للقناة عشان يوصل لكم ان شاء الله كل جديد. ولو انتوا بقى من الناس اللي بتجربوا التطبيقات بتاعتي يا ريت تعليق حلو من عندكم. وبألف هنا وشفا مقدما لكل اللي هيجربها. مع السلامة.